إذاعة صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. صوت إريتريا الديمقراطية صوت من أجل إرساء قيم الحق والعدالة والديمقراطية في إريتريا. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم من صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية، ونتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. فقرات برنامجنا لهذا اليوم تتضمن حصاد الأخبار، تليه كلمة صوت إريتريا الديمقراطية، ثم نقدم لكم كالمعتاد حلقة أخرى في برنامج في حضرة الوطن. فإلى أولى فقراتنا التي نستهلها بعناوين الحصاد. الهيئة التنفيذية تهنئ الشعب الإريتري بحلول عيد الأضحى المبارك. رئيس المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الإريتري يعلن عن بدء نشاط مؤسسات المجلس. جنوب السودان يستغل الموانئ الإريترية. السودان وإثيوبيا يتفقان على نشر قوات مشتركة على حدودهما لمنع النزاعات. في ذمة الله المناضل عثمان زرعوم شيكاي. من عناوين الحصاد إلى تفاصيله عبر صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. تتقدم جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية إلى الشعب الإريتري وعموم المسلمين بأصدق التهاني وأطيب الأماني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، راجية من الله أن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات. كما نتمنى أن نحتفل بمثل هذه المناسبات وسط شعبنا وفي ربوع وطننا الذي ناضلنا من أجله طويلا بعد التخلص من النظام الدكتاتوري ومن كل المآسي التي خلفها في البلاد، وقيام نظام ديمقراطي يتمتع في ظله شعبنا بالسلام والاستقرار والازدهار والعزة والرفعة. وكل عام وأنتم بخير. أصدر رئيس المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الإريتري في 19 من الشهر الجاري تصريحا صحفيا جاء فيه أن التنظيمات السياسية المنضوية في المجلس وأعضاء المجلس عقدوا سلسلة من الاجتماعات في الفترة الماضية أفضت إلى موافقة غالبية الأعضاء على مقترح رئاسة المجلس بعودة مؤسسات المجلس لمباشرة مهامها بمن تبقى من عضوية المكتب التنفيذي واللجنة التحضيرية بعد إجراء التعديلات اللازمة، وذلك بالتشاور مع اللجنة التنسيقية للتنظيمات السياسية على أن يشرف رئيس المجلس على سير التحضير للمؤتمر الثاني. وتقرر أن تبدأ مؤسسات المجلس عملها ابتداء من 13 من أغسطس الجاري في إنجاح المؤتمر بما لا يتعارض مع مهامها والنظم واللوائح المعتمدة. هذا وقد ناشد رئيس المجلس مكونات المجلس والقوى الحريصة على التحول الديمقراطي بالوقوف إلى جانب المجلس وتقديم الدعم اللازم له.
تفيد بعض المصادر أن النظام الإريتري وحكومة جنوب السودان وقعا على اتفاق تعاون وشراكة بموجبها سيستخدم جنوب السودان الموانئ الإريترية في صادراته ووارداته. الجدير بالذكر أن جنوب السودان يربطه خط أنابيب تصدير البترول بميناء بور سودان، وربما يعد هو الميناء المهيأ والأقرب لصادرات وواردات جنوب السودان، غير أن تعقيدات السياسة ربما تجعله الأبعد. صرح رئيس هيئة أركان الجيش السوداني عقب لقائه بنظيره الإثيوبي بالخرطوم أن مباحثات جرت بين رؤساء الأركان في البلدين توصلت إلى اتفاق بنشر قوات مشتركة على حدود البلدين مهمتها مكافحة الظواهر السالبة على حدود البلدين واستتباب الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تبادل المعلومات وإجراء التدريبات المشتركة. وأشار المسؤول السوداني بأن الاتفاق يؤسس لمرحلة جديدة في علاقات التعاون بين البلدين. يذكر أن الحدود بين السودان وإثيوبيا ظلت تحدث فيها اشتباكات بين مزارعي البلدين من وقت لآخر، ولا سيما شكوى مزارعي ولاية القضارف السودانية من تعديات المزارعين الإثيوبيين على أراضيهم. توفي المناضل عثمان زرقوم شيكاي بدولة السويد في 17 من أغسطس الجاري بعد معاناة طويلة مع المرض. ولد الراحل عثمان زرقوم بإقليم عنسبة بقرية وازنتت في عام 1937. درس المرحلة الابتدائية ثم التحق بالمعهد الديني. اشتغل بالزراعة حيث كان يملك مزرعة خاصة بزراعة الفاكهة، وحالته الاقتصادية كانت جيدة، وبرغم ذلك فضل الالتحاق بالثورة الإريترية في عام 1967، وعمل في عدة مجالات منها فرق الفدائيين وجهاز الأمن ومجال القضاء. وفي عام 1972 ابتعث إلى العراق لدورة عسكرية، وعقب تخرجه عاد ليمارس مهامه النضالية من جديد في مواقع مختلفة. في بداية التسعينيات هاجر إلى السويد حيث استقر هناك إلى أن وافاه الأجل المحتوم. رحم الله المناضل عثمان زرقوم شيكاي بقدر ما قدم لشعبه ووطنه، وألهم ذويه وأصدقائه ورفاق دربه الصبر الجميل. سنكو دينيشا أمرتمكو سنكو للنن تبتمكو ربي جبري حسا أمرتمكو بيرتر عمتا تميتمكو بيرتر عمتا تميتمكو تلك كوي بريد حلك كواكي حملحي امي بكي فرس ملحين الدي تنبكي حدالكو مرحنو وكي حدالكو مرحنو وكي ابو احمد كي زكاري زوبا مسيل محاري موبا سنادير هجراي تغوبا سنادير هجراي تغوبا دتي إديرش دتي كماعتو عيني دتكي وني سيناتو زيتكي شهتي بدي مربا شكي شهتي بدي مربا شكي رما مريك بيت بدي أنا لو بحبدي يدا سملي يدعي تملي
دبر عافية قعس كتلك رجهاديا جردن حبن هديا تلك المفندا الدنيا الله ربنانك ما حبنا ربربيا الله ربنانك ما حبنا ربربيا رما كلمة صوت إريتريا الديمقراطية. يترقب الإريتريون في نهاية هذا الشهر ومطلع سبتمبر القادم فعاليات جنيف بكثير من الأمل والخشية معا، حتى لا تستثمر من قبل النظام وبعض القوى الانعزالية في توسيع الشقة بين قوى التغيير، مما يضاعف من مهمة الأطراف المنظمة للتظاهرة لتبديد هذه الخشية وعدم السماح للنظام وأصحاب الأجندات الخفية بتصيد هذه المناسبة وتحويل التظاهرة إلى محطة أخرى لزرع الخلافات والخيبات لدى شعبنا. ومن جانبنا نأمل أن تشكل تظاهرة جنيف مدخلا لتعزيز وحدة صف المعارضة وبلورة الرؤية لكيفية حشد كل الطاقات الوطنية خلف مشروع التغيير الديمقراطي المنشود، والبعد عن كل ما من شأنه زيادة الشق بين غيو التغيير على أي أساس كان. إن شعبنا وقواه السياسية المعارضة يتطلعان للتخلص من الدكتاتورية وتحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية، ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد من تلاحم قوى التغيير وبناء الثقة والاحترام المتبادل فيما بينها والتحرر من أخطاء الماضي وعثراته، لأننا في هذه اللحظة التاريخية أحوج ما نكون إلى تخطي أخطاء الماضي وتعزيز الوحدة الوطنية والتسامي فوق الصغائر والتكاتف فيما بيننا لبناء معارضة وطنية فاعلة. لقد أدت الأزمات والانتكاسات التي تعرض لها شعبنا بعد الاستقلال والانتشار الجغرافي حول العالم والسعي الدؤوب للنظام لاختراق صفوف المعارضة ودور بعض دول الإقليم إلى ضعف دور المعارضة وتمزقها، مما أقعدها عن أداء دورها بالصورة التي نتطلع إليها جميعا. وفي ظل هذه الأوضاع الحرجة علينا أن نعمل من أجل تجاوز الخلافات وتقوية أواصر العلاقات وتعظيم المشتركات الوطنية. دعونا نختلف في الوطن ولا نختلف عليه. دعونا نكون بمستوى التحديات التي تواجه وطننا وشعبنا في هذه الآونة، وفي غير هذا الاتجاه الجميع بلا شك سيكون خاسرا.
لذلك نأمل أن تشكل التظاهرة عرسا وطنيا وإضافة حيوية في مسيرة التغيير المأمول، ومنطلقا للمحافظة على وطن ذي سيادة، ووطنا لكافة مكوناته الاجتماعية والثقافية والدينية دون تهميش ولا إقصاء، معا على طريق النصر. صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. هنا صوت إريتريا الديمقراطية، صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. صوت إريتريا الديمقراطية صوت من أجل إرساء قيم الحق والعدالة والديمقراطية في إريتريا. صوت إريتريا الديمقراطية صوت من لا صوت لهم من المكبلين والمكممة أفواههم، من الأبطال القابعين في غياهب السجون في باطن الأرض وخارجها. صوت يعبر عن آهات ومعاناة المواطنين المحرومين من العدالة. صوت يعبر عن آمالهم وتطلعاتهم في مستقبل مشرق. صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. في حضرة الوطن، في حضرة الوطن برنامج يتناول مكانة الوطن وما يمثله من تطلعات وآمال للأفراد والشعوب والأمم، وما يعتري تلك التطلعات والآمال من التحديات، ومع ذلك لا بديل عنه. وطني أيها المجد الأبي، جبالك صدور أمهاتنا شامخة تباهي بك، وسهولك حضن جد الحنون، كل ما فيك يا وطني جميل. حتى سموم القهر وظلم أخ أو قريب لا يبعدني عنه، فأنت خيمة زماني وهدوء بالي ووسادة أحلامي. نحييكم مجددا مستمعين الأفاضل، ونرحب بكم في حلقة أخرى من برنامج في حضرة الوطن. هذه قصيدة للشاعر نزار قباني ألقاها في مهرجان المربد الخامس في بغداد في عام 1985 مع تحوير اقتضته الضرورة. عنوان القصيدة مسافرون، تم تحويرها إلى إريتريون، كما تم تحوير وحذف بعض النصوص لتناسب العنوان. إريتريون نحن، مسافرون في سفينة الأحزان، قائدنا مرتزق، مواطنون دون ما وطن، مطاردون كالعصافير على خرائط الزمن، مسافرون دون أوراق، وموتنا دون ما كفن، حاكمنا خائن مندس، يبيع دمنا ودمعنا رخيصا ويقبض الثمن. نهيم على وجوهنا من قهره، نتيه على حدودنا وحدود غيرنا، نباع ونشترى كالخراف،
نموت في الصحارى والبحار نبحث عن وطن يقبلنا، نبحث عن ستارة من عرينا وعن سكن. شبابنا احدودبت ظهورهم وشاخوا يبحثون عن وطن بديل، كفروا بكذبة كبيرة اسمها الوطن. أسماؤنا لا تشبه الأسماء، فلا الذين ينتجون النفط يعرفوننا ولا الذين يشربون الدمع والشقاء. معتقلون بلا نص وبمزاج حاكمنا، معتقلون داخل الوطن كما يريده جلادنا، معتقلون داخل الحزن وأحلى ما بنا أحزاننا. مراقبون نحن في الشارع وفي البيت وفي أرحام أمهاتنا، لساننا مقطوع ورأسنا مقطوع وخبزنا مبلل بالخوف والدموع. إذا تظلمنا إلى حامي الحمى قيل لنا ممنوع، وإذا تضرعنا إلى رب السماء قيل لنا ممنوع. وإن هتفنا يا الله كن في عوننا يعطوننا تأشيرة من غير ما رجوع. وإن طلبنا قلما لنكتب القصيدة الأخيرة أو نكتب الوصية الأخيرة قبيل أن نموت شنقا غيروا الموضوع. يا وطني المصلوب فوق حائط الكراهية، يا كرة النار التي تسير نحو الهاوية، لا أحد من غيرنا أو من جوارنا أعطى لهذا الوطن الغارق بالنزيف زجاجة من دمه. لا أحد من جوارنا أهدانا يوما لحنا أو ترنيما. يا وطني يا وطني المكسور مثل عشبة الخريف، مقتلعون نحن كالأشجار من مكاننا، مهجرون من أمانينا وذكرياتنا، عيوننا تخاف من أصواتنا. لا سادة القرن يعرفوننا ولا حكام البادية، ولا أخ يستضيفنا ولا الإنسانية إذا مضى طاغية. ربما سلمنا لطاغية، مهاجرون
نحن من مرافئ التعب لا أحد يريدنا، من نهر الدموع إلى بحر الوداع، لا التجراي ولا الأمهرة ولا الأورمو ولا قبائل الجنوب، لا أحد يريدنا، لا أحد يهمه أمرنا في مدن الصقيع التي تذبحنا في العام 1000 مرة، لا أحد يهمه أمرنا. جئنا من بلد صار فيه الأمن يزرع الخوف. إريتريون نحن مسافرون نحن في سفينة الأحزان، قائدنا مرتزق، مكومون داخل الأقفاص كالبضائع، لا مرفأ ولا بر يقبلنا، لا نحمل سوى جواز الخوف الذي أصدره الخائن. كل انتمائنا وتضحياتنا لم تشفع لنا عند الخائن الجبان. مسافرون خارج الزمان والمكان، مسافرون تقودنا أحلامنا، ضيع أبناءنا وحرف أسماءنا والانتماء، وضيع الإحساس بالأمان. فلا بنو سلمان يعرفوننا، ولا بنو زيدان، ولا بنو الأصفر ولا الأمريكان، ولا بنو لينين يعرفوننا، ولا بنو صهيون. يا وطني كل العصافير لها منازل إلا العصافير التي تحترف الحرية، فهي تموت خارج الوطن. أنت حزبي إريترا والناس إنو وانا يبلو خطبتاتينو حزبي إريترا. وانا سئينو وانا يبلو خطبتاتينو بمنطر حلو وكامو زي يبدو خوينو وعيلك حدير كاغن وانا ديخا بعليخا وانا كذا رأسو كم نايت ماليخا كيرالو بيزبر اي حبو يتغير او لاي تفات سرمي اي برستا خيرا تنكخبر حزبي اريترا تنكخبر حزبي اريترا كابر بتوحقنا يولي وتحن عقيبك يا زلا يولي وتحن عقيبك يا زلا دانكرا زخانيو ولودن ولادن زبواريو من كوينو من حقا خدانيو نسخا خدسغن سمد زانيو نسخا خدسنت نسمد قنيو فلوتو حزبي إريترا فلوتو حزبي إريترا إذن
نمسلكا دنيا بخون حزبي لنفسخا دنيا بخون حزبي بحلخا تباهيل النيو وطوع مسعدمي وشتو مسحن حني كحاز نيبلو صور مسخلي مسخلي الله قبار الحجاجون بخبون بحلون تعالي تفرد بلا تعالي تفرد بلا تعالي تفرد بلا تعالي تفرد بلا ميزان الفري دنيا خون حزبي بايتوجك عدي دنيا خون حزبي دنيا ميزان الفري بايتوجك عدي بعد خا تباهيل النيو وطوع مسعدمي وشتو مسحن حني كحاز نيبلو صور مسخلي الله قبار الحجاجون بخبون بحلون تعالي تفرد بلا تعالي تفرد بلا تعالي تفرد بلا تعالي تفرد بلا ثم لقام عبد خبيرهم تنفس سبع خمس علامات اتكدى قرعتك زبقلو ميزان الفري دنيا خون حزبي بايتوجك عدي دنيا خون حزبي دنيا ميزان الفري بايتوجك عدي بعد خا بهذا مستمعينا الأفاضل نأتي بكم إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقي مرة أخرى دمتم في أمان الله. صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية.